حركة مرابطون لأجلك سوريا هي حركة شبابية ثورية. وجدناها من خلال تجمع الشباب الموجود في مصر بعد زيادة عدد المهجرين من سوريا، زيادة الضغط الأمني على الشباب الموجودين في سوريا، فصار في عدد من الشباب الموجود داخل الأراضي المصرية. فنشأت فكرة حركة مرابطون لأجلك سوريا، وكانت الهدف منها تجميع الشباب السوري مع بعض، توحيد أعمالنا تحت سقف واحد، توحيد الوقفات، المظاهرات، الأعمال الفنية، الأنشطة الرياضية، أنشطة فنية، وكله طبعا بنحضر لدعم الثورة السورية. يعني أي نشاط أو أي إيفنت بنعمله لازم يكون في منه دعم يعود على الداخل السوري وعلى الثوار السوريين. يعني هذه كانت فكرة حركة مرابطون لأجلك سوريا. حركة مرابطون لأجل سوريا بالتأكيد بتلقي الضوء على الأحداث اللي موجودة في سوريا وبتقدم خدمات للشباب اللي متواجدين هنا. الحقيقة عايزة برضو أعرف منك أستاذ محمد العلاقات العامة وإيه الدور اللي بتقوم بيه، وهل في تواصل ما بين شباب سوريا في كل الدول اللي توجهوا إليها أو تواجدوا فيها في الفترة الحالية؟ والله نحن الآن أحب أعيد على الثورة السورية بقدرتها على الاستمرار والعطاء والبذل، والتي يعني من البداية نراهن النظام على إسقاطها بسلاح الخوف ثم بالترهيب، إلا أن الثورة هذه استطاعت أن تستمر إلى هذه اللحظة. احنا طبعا منظمة حديثة العهد، والآن نحن في جمهورية مصر العربية، يعني ونحب يعني نشكر أهلنا في مصر وشعب مصر يعني على ما قدموه لنا من تسهيلات وهاي، إلا أنه نحن من خلال يعني عملنا لحد الآن يعني احنا في ضمن الجالية السورية والموجودة في القاهرة هنا، يعني ما يعني لسه يعني ما ساعين إلى أنه نحن يعني ننتشر في الحتت اللي هي بتكون في تواجد السوريين، يعني في الأردن ولا في غير مكان في تركيا إلا أنه يعني انطلاقة كانت من القاهرة، وإن شاء الله يعني صحيح، واحنا سعداء بده اكيد. وحابه ادخل بقى مع حضرتك، وحضرتك بتعمل في المجال الاعلامي، كيف ترى تباين تناول الدول للقضيه السوريه؟ وما بقولش الثوره السوريه لانه في تباين كبير جدا، احنا اكيد لا نختلف مع حضراتكم في رؤيتكم بما اننا اشقاء، ولكن هناك بعض الدول التي تدعم النظام وهناك دول اخرى تدعم حضراتكم وتدعم فكره الثوره السوريه. كيف ترون هذا وكيف تعبرون عنه من خلال المحطه التلفزيونيه الخاصه بكم؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة للشهداء والحرية للمعتقلين والشفاء العاجل لجرحانا. طبعا بالنسبة لموضوع الثورة السورية أخذت حيز كبير بالعالم بأكمله، طبعا بغض النظر عن دول الجوار أو الدول العربية أو الأوروبية أو بشكل عام. طبعا نحن ثورتنا الوقوف إلى جنبها كان من الدول اللي وقفت، مثلا مثل مصر هي قدمت لنا نحن طبعا بجاليتنا السورية اللي موجودة بالقاهرة طبعا بكامل أرجاء مصر. يعني الجالية اللي كانت موجودة هون بشكل عام الأمور جيدة بالنسبة لنا. بباقي الأماكن الثانية كان في مخيمات مثلا بالنسبة للنزوح، بالنسبة للوضع اللي تعرضنا له. الشعب السوري بشكل عام لما طلع ببداية الثورة نحن لم نبحث على أي أحد يقف إلى جنبنا سوى رب العالمين. طبعا إلنا ما لنا غيرك يا الله. التخاذل طبعا كان من دول علقنا عليها الأمل أنه بمساعدة في دعم الجيش الحر، في دعم المسلح، الأمور المسلح. طبعا حاولنا أنه نكفي ثورتنا بهذا الوقت. طبعا كان في تخاذل من بعض الدول، وقوف إلى جانبنا من بعض الدول. طبعا نحن الثورة بشكل عام مستمرة بإذن الله، لأن نحن لما طلعنا ما فكرنا لا بأحد يقف إلى جانبنا أو أحد يساعدنا. طبعا إن شاء الله جهود الثوار اللي موجودة بالداخل هي اللي بتحكم على الأرض، اتكالنا على رب العالمين بإذن الله، والثورة يوما ستنتصر وسنحتفل في ساحاتها بإذن الله. هي زي ما بتقول أستاذ فوزان إن يعني المتواجدين في الداخل هم أكثر الفئات المتعرضة لكل الأحداث السياسية اللي بتكون موجودة، لكن
بالنسبه لحضراتكم اكيد برضو من خلال الدعم الاعلامي اللي بيقدم للشباب والافراد السوريين في سوريا وتوضيح وجهات النظر والرؤيه الخاصه بهؤلاء الافراد، دي مسؤوليه بتلقى على عاتقكم. ازاي بيتم التنسيق كإعلاميين وكقناة مخصصة لدعم هذه الحركة الثورية وانتشارها وتغيير وجهات النظر برضو في بعض الأحيان؟ نحن وجودنا كمكاتب إعلامية في الداخل نسعى دائما لنقل الأحداث الصحيحة الواقعة على الأرض بدون زيادة أو نقصان، من حالات القصف والدمار والتشريد والقتل. الوضع الذي يحصل في الداخل وضع صعب جدا جدا جدا، صحيح. إن كان وصول الإعلام أو إن كان وصول المواد الغذائية بشكل عام أو أي شيء في الشق المسلح. بالنسبة للإعلام طبعا نحن نتساعد جميعنا على الأرض في نقل الأحداث وتوصيله إلى القنوات بشكل عام. طبعا ونحن أسسنا مكتب إعلامي خاص لقناة شدة الحرية لتوثيق الأحداث الحاصلة. طبعا لنا مكاتب في امتداد سوريا في جميع المحافظات السورية، ويوجد نقص حتى نوصل الرسالة الحقيقية من إجرام هذا النظام الفاسد الذي عاد فسادا في الأرض منذ 40 عاما، وأتى الآن الشعب السوري ليقول كلمته الحقيقية في ظل سنتين من الثورة، ورد علينا بهذه الطريقة. فواجبنا جميعا أن نقف صفا واحد لنقل الأحداث الحقيقية التي تحصل في حضرتك سوريا. بتتحدث ولكم قضية وعندكم وعي كبير بالقضية وأهدافكم، ولكن اسمحوا لي هناك البعض وإحنا من متابعتنا في ناس بسيطة جدا لا يعنيها لا ثورة ولا جيش نظامي ولا جيش حر، ولكن يعنيها حتى أبسط حق ليها في الإنسانية وهو البقاء. النهاردة في سوريين لا بيوصل لهم مازوت ولا بيوصل لهم أبسط سبل المعيشة الطبيعية. يعني احنا من خلال تواصلنا مع أصدقائنا بنلاقي حالة أصبحت مأساوية بشكل كبير. هل بتسعوا إلى دعم هؤلاء أم هم لأنهم غير مؤيدين أو معارضين لفكرتكم فيعني لهم الله سبحانه وتعالى فقط لا غير؟ كيف تدعموا الشعب السوري المتضرر اللي يمكن ما عندوش نفس الوعي اللي موجود عند حضراتكم؟ والله هو الموضوع كان في بداية الثورة كان موضوع دعم أفراد فقط للشعب السوري، مع استمرارية آلة القتل وآلة الإجرام وتطور الموضوع في سوريا ووصل لما وصل. دعم الأفراد بقى لا يكفي، يعني صار لازم دعم منظمات، دعم دول. ده حقيقي. ومجالات الدعم كتير ومحيرة، يعني أنت بتحتاري بدك تدعمي الجيش الحر بالسلاح أو بدك تدعمي أهل الداخل بالمواد الإنسانية الغذائية أو بدك تدعمي اللاجئين اللي هم خرجوا من سوريا وقاعدين برا أو المصابين أو الناس قاعدة في المخيمات. فالموضوع كبير جدا، الموضوع محتاج لدعم دول. يعني احنا كأفراد كمنظمات صغيرة يعني ممكن نعمل في مجال صغير جدا، ممكن ننظم قافلة مثلا، نقعد نشتغل شهر على ما ننظم قافلة مساعدات طبية أو غذائية نبعثها للداخل السوري. يعني ممكن نشتغل شهر ونبعث شيء يتوزع في ساعتين للأعداد الكبيرة الموجودة. أما اللي موجود في سوريا يعني قد ما عملنا احنا بنضل مقصرين تجاه الشعب الموجود في الداخل السوري. فنحن موضوع الثورة السورية محتاج دعم منظمات، دعم دول كبيرة، يعني دعم اتحادات أوروبية، اتحادات عربية. لأني مثل ما قلت لك صرنا سنتين، يعني نحن أول شهر قامت الثورة قلنا هتنتصر الشهر الجاي، لا الشهر اللي بعده أكيد العالم هيوقف معنا، أكيد وأنت مثل ما شايفة اللي عم يوقفوا ضدنا أكثر من اللي عم يوقفوا معنا. طب رصدتوا خلال السنتين دولت، يعني رصدتوا إيه النقط الإيجابيات اللي حققناها؟ إيه اللي إحنا محتاجين إن إحنا نحسنه؟ يعني دايما الإنسان بيشوف أنا حصلت على إيه عشان أزود الحصيلة الخاصة بيا. هل على مدار السنتين اللي فاتت نقدر نقول إن باستمرار كان في زيادة في الإمكانيات اللي بتحصل، ولا لا زي ما هي من أول ما بدأنا لغاية النهاردة؟ والله نحن الآن يعني نقدر نسمي الحالة هي حالة ستاتيك، وعلى ما زميلتك يعني هنا أشارت إلى نقطة أنه حق الإنسان في البقاء، لكن هذا النظام لا يرى أنه له حد حق في البقاء غير هو. وأنا يعني من خلال كلامنا نوجه له رسالة، لأنه احنا ما سمعنا عن الشعب سقط بكل التاريخ، إنما هذا الشعب هو باقي على يعني على الماء يعني لو كان. لكن احنا في هذه النقطة يعني نوجه يعني النداء لدول الجوار التي تمتلك الجغرافيا مع سوريا،
يعني كان شمال ولا الجنوب ولا يعني في مجال المساعدات، انه يا اخي المساعدات هذه هي واجب عليكم، صحيح. انه انتم يعني يعني من دون ما نحن نطلب، من دون ما، وهم بنفس ما ممكن هم يكون سياستهم تتجه الى انه يا اخي الشعب السوري عنده حق في البقاء وانت تمنع انه وصول المساعدات، صحيح. او انك تعامل اللاجئ السوري بمثل، يعني ما بدنا نحدد بالاسماء نحن وبنقول ف الى حد انه نعرف مين بده يبقى، هل حيبقى النظام ولا يبقى الشعب، عرفتي؟ لكن نحن ان شاء الله املنا في الله كبير انه نحن باقون ومستمرون على الرغم من انف الطغاة ومرابطون. ومرابطون ان شاء الله. الوقت خلص بسرعة. احنا بنشكركم جدا، بنتمنى للثورة السورية ان شاء الله كل نجاح، بنتمنى ان يتمتع اهل سوريا بالحرية بالطمأنينة، الطمأنينة اللي كلنا محتاجينها في كل شبر من ونأكد الوطن على العربي. جيتكم معنا على دمشق ان شاء أنا الله. أكيد يجي يسعد صباحك يبقى مع إن شاء دمشق الله، بإذن الله. يعني صدقني إحنا بنتأثر كثيرا لما بنشوف إخواتنا هنا من سوريا، بنبقى عايزين نقدم أي دعم ولو كان حتى بابتسامة على وجهنا. كفي من كل الشعب المصري انه لما نيجي على مصر هنا او اي سوري يقول لك انت نورتي مصر، انتوا نورتوا وهذا فعلا. كفاية، احنا هذا نورتونا، كفاية. بشكركم جدا الله ونورتوا، يخليك. يسعد صباحك. الله بنشكر يخليك. حضراتكم، الله بنشكر يخليك. استاذ احمد محمد السيد واستاذ محمد ابو جاسم واستاذ فوزان، بشكركم جدا. كده هننتقل مع حضراتكم لفاصل. بعد الفاصل هيكون الحديث الديني او يوم الجمعة يوم الروحانيات، وبنتخذ دايما من الرسول عليه افضل الصلاة والسلام القدوة الحسنة، مكارم الاخلاق، وازاي الاخلاق النهارده لابد ان احنا كلنا نحذو حذو الرسول عليه افضل الصلاة والسلام لكي ننجو من كل المشكلات اللي احنا عايشينها. بعد الفاصل باذن الله.